أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 104 من دروس فقه السنة النبوية. الساقيم يرضى ربي يوم الجمعة 3 من شهر رمضان المعظم 1434 للهجرة النبوية، الموافق ل 12 جويلية 2013 ميلادي. والمحور مازال المحور يعني الدرس الأخير في محور العبادات أحكام وقيم. ثقيل الحلقة في 11 حلقة ثنقاروث ذقوين عنان المحور ومن فكان اسم العبادات أحكام وقيم. سيسار نختم ياكل العبادات يفيد المسلاي، اما تظليث، اما رمضان، اما الزكاه، اما رمضان، اما الحج من فوق يدرسني يعدى مثلا ما شاهو غير دنيا ما شاهو خاطر قصه الانسان، قصه الحياه. الانسان هذا المخلوق المكرم، ربي القرآن الناد ولقد كرمنا بني آدم. يفكر ربي سبحانه التكريم يوم ذان الإنسان كرمه، يفضليث على سائر الموجودات، يفضليث في الجماد، الجمادات ذا زرو ذا كال إلى آخره. يفضليث ربي سبحانه في الأشجار والنباتات، الحشيش، الطجور إلى آخره. يفضليث ربي في الحيوانات، أكل الطيور، أما ذي الحيوانات عموما بجميع أنواعها، أما ذي الذيور أكل ملانت. يسد الإنسان المكرم، ربي سخرس داك وكذاكي نزورة. أما الجماد، الجماد مسخر للإنسان ذوك فوس بمذان يقلا ولدي تسالو مذان باش يدير في ضازرو أسينين كوك تساغراوال صوف ما ذي ودع ذا فنيان يوذي يرفض ماذا العبد يبغى يخدم دم ضازرو يتساغوال مسخر، ذكال مسخر، ذو الزال مسخر إلى آخره. ثم بعد الجماد الجنس الأرقى اللي هو النبات، الشجر، التجرة، الزوت. يسين كان مكات تزوض ملما تزوض أندا تزوض يفلاحا زران ثمسال تاقي وتساوي ضرا ثزداي تزوض ذي جرجر، وتساوي ضرا ثزمورث أتزوض ذي الصحراء إلى آخره. ولكن مليون يحترم قواعد العلم والمعرفة تسغنا ولك وكذاكي خطر مسخرة. الحيوانات كيف غاس مقر الحيوان ذا الزقار ذا الغم مقر جثة ضخمة، ولكن مادام ربي سخريث أتفضق شيش 8 سنين أثي الزغر أثي الزغر أثي قن وأثي الزغر أي غر لو كان في غلغ الجهد ذا سوسي زمرارة مقرن الزمرنارة، ولكن مسخر. لذلك أحد العلماء كي مرا يزلون خرفين غيزلان غزقارن غشو الغلغم يقار ديوث الآية، وإن كان تذكر في موضع آخر ولكن يصح الاستدلال بها. ذا شو الآية؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن أديس الإنسان المكرم ولقد كرمنا بني آدم. وربي سبحانه إن يوم ذنقي كرم عليك بالعبودية. لذلك الموضوع بس موضوع سنسميه وهو خاتمة محور العبادات أحكام وقيم. موضوع اليوم عنوانه العبادات مقاصد وغايات. العبادات مقاصد وغايات. لانت 5 المقاصد تيم قرانين أثنتي نشرح في درس اليوم 5 للعبادات. المقصد أمزوارو نغامنزو هو تحقيق العبودية لله، تحقيق العبودية لله.
ذي ولا مرين الزرا مرة ولكن لو قد يغفلان من دا ولا ماشي المعنى يسكن مذانا فاقا فهما حرشا لا الا الغشي يغفلان لانه قد وهمان لانه قد ضاعان لانه قد الشضان لا لذلك لا بد من التنبيه. ربنا قال في القرآن في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين وغدي نرى ولا تكن من الناسين ثاثوث ولا شو سيارة تضيين يوزان نورمال بالك مازال 4 ساعة المغرب يقضى حاجة أثني يغفل أثني يتشاث نغي سوان غشو خطأ الخطأ وارد ديال الظاليت بد ما يتسو لذلك لو يقارن السجود انت ثوث سجود السهو الظهر 4 ركعات بالك الظل 5 المغرب 3 بالك الظل 4 خطأ نسيانا أذي تسو بنادم ما يتسو إلا ورقع اسم السجود انت ثوث سجود السهو أي غير فيك النبي صلى الله عليه وسلم يغدينا سجود السهو لأنه ينسى الإنسان ينسى وربنا قال في القرآن واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت ميد يوضى الغفلة يند حذرث ولا تكن من الغافلين وتسيلي يرى سوي قاد يغفلن خطر الغافل يزمر ذي يعيش 80 سنة بلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صالحات قال نسيشي الدونيث ذاين تخصام ذاين نزرا مرة غافل سوق روايض سوق سي العام روايض ألما أذي يندم ولكن أندى وتنفيع عندما المقصد الأساس إذن تحقيق العبودية لله والعبودية مقام رفيع شريف. نرحب بالشيخ رشيد صدوق كون الزرار في كلمة سيئة الزرار الله أكبر رفع الله قدرك بارك الله رفع قدرك شيخ الله فيك. إقامة شريفة ومرحبا بك شيخ رشيد كما يرحب بك الجميع حين مرحبا يسيك الأسلام الجامع عند تصور بعض ضان ترحم الشيخ عمر في الساعة فوربي في الساعة فوربي مكانجي إزوراك والغرص ربي القرآن إناد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربي عفو يغفر ذي مزورة لسيعفو ربي يا ربي في الجزاجي الشيخ رشيد يا ربي الشيخ عمر صار جاي جرز ما شاء الله فدال وفي غاس يروح يخدم الواجبيس فراني في المورث يغال درمي الجامع عندي يتصور ربا عندي يخدم مرحبا يسلع سلاماس كذلك خاصة مغارا ياكي قفدتنا كل الشيخ عمر من الحاج موسى من الحجاج كيارن هذا الله يبارك بدني ذا الشيخ عمار ربثني ذا ولهمتي والهيثن ومازال السيسن وقاذي يموت ثلاث سنين عفو ربي وقاذي تعيشين اسنفك ربي البركه يثذر تنسم. تحقيق العبوديه لله ربي القرآن في سوره المؤمنون في الايتين 115 116 افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق إلى آخر الآية 116. معنى ربي سبحانه يطرح سؤال هل ترى خلقكم عبثا بلا الغاية بدون مقصد؟ الجواب لا. ربي خلقنا لمقصد لهدف لغاية مادام لغاية إلا قنوض الغاية إلا قنوض أما كان يون يقصد يروح عليهم بمكان ولكن يريد بضارة يعرقس وفريد يعرقس وفريد أديوغال وريد بيض أندينوا مشكلة مادام يخدم بيوت غاية إلى قد سيعوض ربنا يغيد وكن يدخلق غير عبثا أكون فكا خير الأعوام و20 سنة و70 سنة و80 سنة أبري أتمثم جوست لا شو تخمي الدونيث أتشام أتسوام أتتصن أتمغورا أتمثم ذايا ثقل الحياة السعرة القيمة والسعرة زال لذلك يون سمو كذا يشظن أشو دينا وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام وقي
الحياة الغرس اتش سو الطص إمغر وتربح ما فاتك الشغالة ثروي ثبروي أنعام في كذا قرنسنت مقومات الحياة الماكلة قوت يضص وكذا إلى آخره بس الذي قوه إلى آخره باش هذه قابل لذلك يونس قرة ونسيد علي الإمام الحسن من المي يتشال قوث أشو سيقار بعد ما دين الحمد لله ديني اللهم اجعل هذا الطعام سببا في قوتي لحسن عبادتك إن يسا ربي جعل القوثاقي ذي السبة من الجهدي وانت زمرتيو باش كعبذا إذن كل شيء مربوط بالعبادة لذلك الرئيس دوايضي ومذيازاقي يقشضن أشو سينا إناس يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أم بعد ناس وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان يرثيد سافريد ان رودريسمون تحقيق العبودية أدنى الآية النظام إذ يسن في سورة الذاريات الآية 56 ولكن الآية 56 عجيبة أندى دوسا ثوسا دابريم غادي يخدم ربي رحلة يعني أماكن السفر أشرت إلى هذا المعنى في لقاء من اللقاءات ولكن لابد من إعادة الملخص سورة الذاريات الآية 7 ربي ناد والسماء ذات الحبك أيام ذان وحد ربي لقويل دي خلق الجينوان ولي يجني والسماء ذات الحبك تجي الآية 7 من سورة الذاريات الآية 29 دائما سورة الذاريات ربي ناد وفي الأرض آيات للموقنين وحد ربي ذي القاعة في تايشير أتفنوض سفل القاعة أتخم تفلاح سفل القاعة أتخدم إباراجين سفل القاعة كل شيء سفل القاعة ميم القوث النسائي شي سي القاعة سكواكال زرع النعمة أدمغي تشيت أكا أما تمزين أما ذيرذن أما البطاطا أما ولكن وستثارة باللي أكل يغششن أدياسي ونواس ذنسارة غيتشن أكل يغششن أدياس واش ذنسارة غيتشن أسمارة غاكويني مولان خاطر ما تروح الروح بقى على خير تريدني غاسفرين يسفى فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أطف بك عزيز فلاك ما شاء الله ولكن مثل روح الروح ذاين يغالي السوحاش إلا وك زمرتي تفور سلقخان بذاك نغي ماك عزيزي وكذا ولكن مثل روح الروح أسنض لك شيني روح حواج غير كاركاس حواج غير الروح بقى على خير فأنت بالروح لا بالجسم إنسان إذن باش نفتسوير القاعة ياكي فلاسين سايشي مرغ الكرني مولان أكثين القاعة مرحبا 19 سفلاو تفنيض تخدم الشركات تخدم الطيحونة تلحظ الطوموبيلات ثورة مرحبا العسلامة أرواح أتصدغض قاع بوضيو اف 1 سفلا القاعة تطلب اف 5 ثورة اف 1 اسميس أزكا ذيني مقارنة قبايليث إلا وسا إلا وزكا إلا وزكا أزكا الزايا قلت لك كاين قبايليث على فكرة الزا ولا شي تاكل ذي اللغة تاكل لا الزا يتعرف هذا النظام ولكن ذي قبايليث إلا الزا السا أزكا أزكا الآية 29 تسلمس وفي الأرض آية للموقنين الآية 21 ربي في هضرة فلانا وفي أنفسكم أفلا تبصرون واحد ربي قايل كي يخلق شيتش إلساقيت مسلاين أم كي تسوفوغ الصواف أم الزوغ أم كي تميز ير الصواف ألاغ أم كي تخميم أم كي تحبير أول أم كي خدم أم يضماس عجب ربي ناد وتحواج ذات وغرد الطبيبة من القرآن باش توحد ربي خاطي وحد ربي كان سوى لاغيش ذو قوالي خلق ذك وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآية 22 يغادر ربي هضرت في السماوات
إند وفي السماء رزقكم وما توعدون. حذرت غفلم باللي ذا فلاح يدي السمغاين النعمة في مزين غير ذم خاطئ. أفلاح ينشط في عالم الأسباب، يكرد الصباح يرفد الزريعة يسوفغ ثيوقا يزرع يكرز يكفى شغليس أبرد ربي كملا يفكى لامري كنوان فكان دلغيث لهوى يفكى لامري القاعة إلى السمغيت أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت. واد يسوف فلاح تقول فذو أذي رفذا مجر أكو تفانتا وذي فاثاف جريث أذي مجر أذي مجر أم بعد أذي السروث أذي الزيزدي ودوض النعمة يجري فاسني. أين يخدم فلاح نشاط في عالم الأسباب، ولكن هناك مسبب الأسباب جل جلاله مصداقا لقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وصدق الله إذ يقول في سورة فصلت في الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من بعد نروح شوية شوية قلنا كيف صورة الذاريات المن بضل لا 56 أشو دينا ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الله. أو دوك فيلوزوف الدونيث أكو مسنو الدونيث ما يغرى ستيلت القرآن الآية أذياما خاطر طفل لاغيس طفل مخيس تيويث رحلة والسماء ذات الحبك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. آية 49 وإن لموسعون في الكون المد يبض الآية 56 إن يغيد خلق كنيت باش يتعبدم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقيل مقصد الأساس من مقاصد العبادات تحقيق العبودية لله. المقصد والسين سلمغا ولا كان يوني ند المحور كيف وقيل الحلقة 11 يعني وقيل الدرس الأخير في هذا المحور ثورة المقصد والسين ذا شوث هو تحقيق الإخلاص مع انتهى أين كنا نعبد ربي سبحانه إخلاصا بنية خالصة مولاش لغم العبادة وسعر النية مشكلة والنية محلها القلب كل حاجة لق لله مباشرة. أدفتغل الأدلة الزويرة في سورة الأنبياء الآية 25 ربي الناد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ربي الناس في صلى الله عليه وسلم أكو مشجع مرة يتشجع قفليه في كي غاسند ثاقيوم يقارن عقيدة التوحيد العقيدة الخالصة الإيمان الصافي إلا ليعبدون ربي وحدس لا شريك له. ثلاث آية النظام في سورة البينة ربي ناد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية الخامسة من سورة البينة. يناد ربي في سورة الكهف الآية 110 آخر آية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وين يترجون لمقابل ربي يوم القيامة هذا يخدم العمل الصالح العبادات وجميع الأعمال الصالحة لله. ذاكي لومبالاج يصفان زديا ذنسا صمام الأمان ذو الطمانة باش العثاف وري تروح في ذي بمذان ورث تروح العثافيك التفض يوم القيامة يحرزاك ثبابي جنوان سبحانه جل جلاله
إناد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوكد ثمسة الإخلاص وتحقيق النية لله يمدنا في الحديث حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك النية كما يقول عبد الله بن المبارك وهو من كبار علماء الأمة يناد رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية. أدوض يون يجليل أتشتض في رمضان يون أستفقضاض سين شربة الحاجة النظام الخدمة من الزيت ولكن سياض النية يجهدا سياض اللاجر أما السعدي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما في رمضان من كسب حلال سي الحلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة القدر ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. ما تشتضيون يجليل نغيون نفقي سالحلال ربي دي سخر الملائكة أكساكنت الدعوة الخير رمضان ياكو كامل ودي سخر جبريل سفير النبيين أكي صافح ودي سلم في الله ولا مت ولا ضرى ملمي ليلة القدر يدينا النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسها في العشر الأواخر من رمضان في 10 سنين جاروث في ليالي الوتر في الوتر أم بعد ومن صافحه جبريل وين فرا يسلم جبريل نتيجتان يرق قلبه وتكثر دموعه أذ يرقق وليس وذكثرا وذزلا إمطونيس. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك ربي ناد إياك نعبد وإياك نستعين. ذا شو المعنى يس؟ معنى تقديم الغايات على الوسائل تجي مهمة جدا وخطيرة جدا. تقديم الغايات على الوسائل شو المعنى يس؟ إياك نعبد وإياك نستعين وقاذي السثورا ربي يثني عيون أطاس لن يمثالا ما يصلي ما يصوم ما يزكي ميك حصل يا ربي سي سامبل هكذا ماشي والو اور يسعى حتى علاقك بربي سبحانه من الميو في ماس ديال الطيق دي تسفان ورفيق اسينا غربي لكن الاستعانه ولكن نورمالمون ماشي هكا الا قل عبد الذي يحذق قبل ذي السثر الذي يعبد الآية تنقر في كل صورة في كل ركعة إياك صوت الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أكيد شبح دي جماد بابك يعني السمحية الراويه وش يتغرى ولا شي فيك ميكي حواجك هنا بابا فكيد يا سيدي عندك كيف غشنده اللي صافي ما حواج بابك أتيد مكتاب ما إلا قسنوية ميك حواج غنكيني وربي سبحانه وتعالى حواجي وانا خاطر ربي سبحانه اثنى عبد ذي الفايده النع ربي الحديث القدسي اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبغضون الي بالمعاصي وهم افقر شيء الي الى اخر الحديث القدسي الجليل. أسين ضميك كي هذا ربي أمشيكو في غارو السنوية هذا ساقي يميت حواجض الستورة ولكن آية صحفظيون المعنى ذا القرآن تقديم الغايات والمقاصد على الوسائل إياك نعبد وإياك نستعين. الإخلاص هو المقصد الثاني. لذلك معاذ بن جبل الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك لا تنسى في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الخلاص في الإخلاص طبعا المغاولة كدنيغ حاجات خفيفة كان
ثورة نروح المقصد وثلاثة. المقصد وثلاثة مهم. ذا شوث يكون العبادات من مقاصدها ومن غاياتها تقوية الصلة بالله، تمتين الصلة بالله، توثيق الصلة بالله. الصلاة معراج المؤمن، 5 معراجات في اليوم والليلة، وفي هذا رمضان المبارك رنويس التراويح، رنويس القيام، ما شاء الله. وكذلك تقوية رصيد الإيمان، للسولد، الرصيد من الإيمان إلى قذي النرني. العبادات من مقاصدها الإيمان ذي النرني. ماهوش معقول العبد يعبد ربي 20 سنة الإيمان ينقص. نغا اسمي دي حوجه مي بوص 70 سنه غادي نقف ذا السروات نورمالمون ماشي هكا. ما نستخدم المنطق، ما نستخدم منطق الدين، إقامة الدين. المفروض الإيمان يزداد باستمرار. أخاطر ربي القرآن ينادي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله. وفي أمر الصيام سلام كل آيات سنت كامل آخر لعلكم تتقون. الصلوات والزكوات والصدقات والتبرعات والحج والعمرة يكل عبادة مرة من مقاصدها باش يديرنوا الإيمان أسنف كفوذ نغ الجهد الإيمان. ثقل المقصد ثلاثة مازال يسين المقاصد. المقصد الرابع ذا شوث التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. واسمى ناس علماء السلوك، علماء الصوفية المعتدلة، اسمى ناس التخلية والتحلية. سيدي مسلاين الخصم كلش سورة البقرة لأن العلماء سيسمان سورة التخلية والتحلية. معناتها العبادة عموما من مقاصدها ذا شو الهدف في نسام القرآن، الهدف في صرفها نتخلى عن الرذائل ونتحلى بالفضائل. واضحة يعني أنجرنت ذي نغ العبادات ذا نجار أنجرنت أمو من ويزيي ماذا نجارك النين هذي لي بصغار يفغاس دوفوذ يعوج ذغاثر دريسية تسقم ستماشيني نينس. العبادات هذا السجمنت نورمال. مثلا لا نسعى العادات السيئة في فنينت زويريس خاطر ديال رمضان إلا وانت تجهد شوية وكل وقت كان زيك كان أجديد ما إلا زيك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة. أقول رمضان هو شهر الفتوحات، هو شهر الانتصارات، هو شهر الإنجازات. التاريخ الإسلامي المشرق ينبئنا بهذا. إفكار هذا الخبر من نغال زيكي كان قمارني كيوم يدن الشفاء خدم انت فلاح خدم من كل شيء ما فوذني غال في ثمسي نورمال وزمير نارا. نعم ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن ما تشي ذا قرنت فنينت لا. أولا كي يعني يا غاك أما ولي صغارين أما وقاعد يخدم من دي الإدارة الادمينستراسيون، أما وقاعد يخدم من دي الشركات. وإلا قاس نفكيون بوذم يا رمضان باللي انت فنينت جلس كان أطس نورمال تعيض طس شو العبد يخدم لكن كنت حكي انت ما شاوسي ونواس يون مخلوق يون جان يناك الصحراء تصغلمي قبل المغرب 5 دقائق سوا اكر غاد السور غوذمي وسيلي غير شي غاتدن المغرب هنا كثوره السقامك والزمخ ني غاسا ساقينك ان كلاسابل ساقي الفتوى حصل غامك يا سيدي اسينظروا عيوداس ما كاش كيف يخدم النيه يسحر بيان ينوى يوزم اسين توزامض يوزم 5 دقائق فقط لا غير. بعد ما ذي عيو ما ذي قجل معليش ولكن يكون متزن خاطر كل شيء تقول لا البروغرام تقول لا يقول المردي المخيس باللي رمضان يوعار الى قاسي الصيدات غاكني من الغاشي يخدم التجاره تزال خدمه نورمال عادي نورمال. هذه سنقص باد مسي نورمال يكون موضوعي خاصه مع الحراره السخانه ذا الصغال. ولكن لا رمضان شهر فرصه للامتحان بدل من يمتحن طاقينس العزيمينس الارادينس الصبرينس الى اخره. لذلك العبادات كلها ما تظلي ثم رمضان ما العاشوراء ما اغكسنت هي الطبيعه
أغدفكين طبيعة الهان مثلا الزكاة تكسير طبيعة الشح. الإنسان ما إلا ذا مشحاح ذا البخيل أكي يخدم يكرس أفوسيس ما إلا يتزكي يتعشير أدسليني فاسني شوية شوية يضوضانيس إزكا سكواسا الدين شوية هذا إزكا قابل الدين شوية إذا غالا باس أد يسيون واسا ففوسيس الله يبارك شي العبد الفلاني ذا مشحاح يغال يتصدق أنا عامي وثي صوضناك العشور نغ الزكاة العبادة يقول الشاعر إنك ما يبغى يندم يبغى غادي يخدمك إنك لا تطيعه أصابعه يبضي النيفو لاباس تغير في غرض الطبيعة يحمل هذه الصداق يحمل هذه عشر يحمل فقي من مقاصد الزكاة من مقاصد الزكاة أيضا الرحمة بالمساكين والفقراء واليتامى والأرامل ثجني وجنني هلني أتصف الزكاة قرنس العلماء هي عبادة مالية اجتماعية يعني أوعيتها المال ولكن سعى بعد اجتماعي يجلل ربحا الفقراء المساكين إلى آخره. لذلك يا جماعة الخير هذا هو المقصد أن العبادات تدفعنا في النهاية إلى التخلي عن الرذائل أن جاكوين الشمثانين خسرا ونتحلى بالأخلاق الطيبة من الوفاء والأمانة والكرم والرجولة والسخاء والذوق الرفيع وإلى آخره. آخر نقطة ثانجاروث المقصد أنجارو بناء الإنسان كويشيني تظل ثاقي وكل عبادة كي نخدم مرة أشو الهدف كيشيني الهدف أم قرآن ويس 5 بناء الإنسان أدفنو ومذان إقوارا ماشي ذي العمارات ماشي ذي الباطمة إقوار نتفنوض غاسولا نتتوعر ولكن إقوارنا أكثر باش أدفنوض أمذان لتريما بنادم يوعر مليح. لذلك العبادات من مقاصدها بناء الإنسان الذي يستحق التكريم كما بدأنا درس اليوم بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. الإنسان كما إلا يتوفنا بناء مستقيم بناء سليم إكيليبري متوازن يعني العقيدين الصفا صافي يسعى التوازن ديال الإيمان ديال الفوا يسعى الميزان ذي العبادات يسعى الميزان ذي المعاملات ماكش من السوق ذي السواق يثحونا ذي التجارة ذي من كل مكان يسعى الميزان أسند الرشوة كينيو الجزارة أسند الربا كينيو الجزارة خاطر يسعى الميزان صافي هذا الإنسان متوازن. ثم يسعى الميزان أيضا في الجانب الخلقي ذي الحداقة ذي الترفقة يتوربى السيرة يستقرز إلى آخره. هذا هو الإنسان ذي الإنسان أكي يكزمرنا ذي بنو الحضارة. لذلك علماء الحضارة مدهضرا في شروط بناء الحضارة أو مقومات الحضارة الشرط الأساس هو الإنسان ذا كما قال مالك بن نبي وغيره من أساتذة الحضارة إنك ميلا فند أمذان بنادم بناء إصحان متوازن سيبني حضارة هذه ابن الحضارة وهذه ابن العمران وهذه 5 فلاح وهذه خدم العلاقات الاجتماعية يقرزن وذيك السلفاطل سيتو درثيس سيتو درت واشولت أما ذي قذروم أما ذي ثدارت أما ذي العرش أما ذي تخلقيث مرة ذينا ليمانيتي تخلقيث أتعيش ذي ثلويث. إذن هذا هو المقصد الأخير من مقاصد العبادات. هذه قبل ربي رمضان ورمضان جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق